عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من يوميات غدا وندى. النهارده هعمل لكم السجق بطريقه تانية، يا رب تعجبكم. برضك زي ما انا قلت لكم، انا بحب السجق احط له ميه مغليه اهي. الميه اهي تمام بتغلي تمام، وده نص سجق تمام بلدي تمام. حاطين في الميه كمون، هناخده كده وهنحطه في الميه سخنه اهي تمام. ياخد غلوه بس زي ما انا قلت لكم، ياخد غلوه وبعدين ياخد غلوه على النار، وبعدين نشيل الدهون اللي من عليه والميكروبات وكده، وتبقى اللحمه حتى استوت شويه، وبعد كده نعملها بقى التشويح على النار تمام. الحاجات اللي هنستخدمها 3 طماطميات صغيرين مبشورين، بصلايه صغيره انا حطاهم في الحله على طول عشان نبتدي على طول معاكم. بصله مبشوره، عليها فصين توم كبار مقطعوهم، اللي عايز يعني يفرمهم ما يحسش بيهم في الاكل يعني. قرنين فلفل رومي صغيرين. هنولع بقى على النار دي كده اهو، عمل ما ايه، احنا ولعنا كده على النار معاكم، وهنحط عليها معلقه زيت لغايه ما السجق ياخد غلوه على النار تمام، ونرجع لكم. انا كده حطيت معلقه زيت كبيره في الحله اهي، ودلوقتي على النار هنديها تشويحه عمال ما ايه السجق يغلي تمام. دلوقتي البصل اهو خد تشويحه ذهبي كده اهي تمام. هنحط بقى عليها الطماطم المبشوره اهي، وهنحط ايه التوابل بتاعتنا تمام. هنحط لها بقى ربع كوبايه ميه اهو، ربع كوبايه ميه تمام. ونحط التوابل بتاعتنا تمام. هقول لكم التوابل بتاعتنا: معلقه ملح، وخدوا بالكم السجق ما بيتحدقش قوي، معلقه ملح صغيره، ربع زعتر، ربع كمون عشان الكمون ما يمررش، نص معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، ربع معلقه بهارات. اهم حاجه الكاري ده بيدي طعم رائع ان كان في الكبده او في السجق. معلقه كاري صغيره، معلقه بابريكا. ونحط التوابل دي كلها في الصلصه. التوابل اهي كلها نحطها في الصلصه كده تمام. نقلبها ونسيبها تسبك شويه تمام. ونروح بقى ايه، شوف السجق ده بقى بعد ما طلع هنقطعه بقى ايه قطع صغيره، هوريكم ازاي بالطريقه دي. بس انا عشان طبعا مش هعرف اصور لكم وانا بقطع، لاني بصور بايد وبمسك بايد. هنقطعها كده قطع 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 كده، هنقطع الكميه كلها ونحطها في الصلصه. يلا بينا كده، احنا قطعنا الكميه كلها تمام. هنحطها بقى في الصلصه، وعايزين بردك نقول احنا حطيناه في الميه السخنه ليه؟ بغرض التسويه، لان هو هياخد تشويحه بسيطه مع الصلصه. هنحطهم بقى في الصلصه، نحطهم كلهم في الصلصه اهو بالطريقه دي. وبردك عشان نضمن سواهم، هو خد على الميه غليان على الميه 10 دقايق تمام. ممكن لو مش عايزه تسويه قوي يبقى 5 دقايق. 10 دقايق انا مسوياه، بس بردك هديله ايه ربع فنجان ميه او ربع كوبايه ميه عليه، عشان بردك يشرب من الصلصه شويه تمام. اهو اديته الربع الميه تمام. بصوا المنظر عامل ازاي، رهيب رهيب رهيب. بص هنخلص بقى شويه كده، هنحطه 3 دقايق على النار ونطلعه للتقديم بقى مع المكرونه. ده بقى الشكل النهائي للسجق زي ما انتم شايفين اهو. عملته اهوت جميل ومتقطع صغير، ينفع في سندوتشات، ينفع في لابنك في الحضانه. مقدماه معايا المكرونه. يا رب تكون الوجبه النهارده عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير باذن الله. مع السلامه، باي باي.